نبقى في الملف نفسه، ومعنا من دبلن نقيب الأطباء السودانيين الدكتور وائل عبدو. أهلا بك دكتور وائل. كيف نقرأ ما جرى مؤخرا من تطورات سياسية، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، تشكيل هذه الحكومة حكومة الكفاءات، ونترقب معا هذه الكلمة للرئيس السوداني؟ كيف يمكن تحليل ما يجري؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي روسيا بالعربية. ما يجري الآن في السودان مظاهرات واحتجاجات، ثورة بكل معنى الكلمة استمرت لما يزيد عن شهرين. نترقب رأس النظام وهو يحاول الخروج في محاولة أخرى للالتفاف على المطالب الشرعية، المطالب الحتمية لجماهير الشعب السوداني. نقرأ ما يدور الآن، والبشير تأخر في ما يقرب إلى الساعة من الموعد المقرر له، أنها محاولة أخرى للالتفاف على هذه المطالب. نقرأها أيضا أنها فشل لكل الحلول السياسية. إعلان حالة الطوارئ هو في أي دولة مؤسسات هو خروج، هو عودة للوراء، عودة إلى الوراء في أي دولة تحترم مواطنيها. إعلان حالة الطوارئ اليوم في السودان بعد شهرين من حركة مطلبية تواصلت في كل مدن السودان ريفها وحضرها هو فشل لنظام الحكم في السودان الذي يترأسه عمر البشير منذ 30 عام. ما الخيار الآن أمام المعارضة دكتور؟ إذا كانت كل هذه القرارات فشل للإدارة السودانية الحالية، يعني برئاسة عمر حسن البشير، ما الحلول المطروحة أمام المعارضة؟ سيبقى المتظاهرون في الشوارع السودانية؟ سيبقى إعلان الحرية والتغيير الذي تصدره التجمع المهنيين ووقعت عليه القوى السياسية، هو بوصلة الخلاص، هو ترياق الشفاء من هذا النظام المستبد. يجب أن لا ننسى أنه إذا خرج عمر البشير في أي وقت في الدقائق التالية إعلانا لحالة الطوارئ أو تشكيلا لحكومة أو حلا لحكومة أو أي قرار أيا كان هذا القرار، هي مسألة توضح بجلاء أن الحكومة الحالية فشلت بكل ترسانتها العسكرية وآلتها الحربية أن تخضع الشعب السوداني. وفوق ذلك استطاع الشعب السوداني أن يركع هذه الآلة الإعلامية والترسانة العسكرية أمام حركته المطلبية. إعلان الحرية والتغيير فيه خارطة الطريق للخروج من هذا النفق المظلم، من هذا النفق المظلم بالتخلص من عمر البشير، لأن البند الأول في إعلان الحرية والتغيير هو تنحي النظام بدون قيد أو شرط. ولكن هو تخلى عن الترشح لولاية ثانية دكتور وائل، وهو أعلن عن تغييرات. هناك التسريبات التي تقول الإعلان عن تغييرات شاملة وكثيرة في مفاصل ومؤسسات الدولة. لماذا ترى المعارضة أنه كل هذه الإعلانات التفاف على المطالب؟ ما المطلوب أكثر من ذلك؟ المطلوب هو الشفاء من هذا السرطان الذي استشرف في جسد أمتنا 30 عاما. المطلوب هو أن يتفهم النظام كما تفهم زين العابدين بن علي وكما تفهم حسني مبارك منذ أعوام أن خطاب الشعب لا يمكن الالتفاف حوله. خطاب البشير الآن لا يجب أن يفهم بمعزل من نفس النبرة التي استخدمها حسني مبارك في خطابه الشهير قبيل أيام من تنحيه. يعني المطلوب تطبيق سيناريو ما عرف بالربيع العربي بين مزدوجين، أو هذه الثورات التي شهدتها البلدان العربية، هذا هو المطلوب. ولكن نرى تبعات ما جرى دكتور، أليس كذلك؟ كل هذه الفوضى، كل هذا التفلت في الأمن والحروب الأهلية التي تجري، هذا المطلوب تطبيقه في السودان؟ استمر. بالعكس، في الحقيقة نحن لسنا في معرض تطبيق تجربة عربية شبيهة أو تجربة إقليمية شبيهة. نحن في السودان لدينا خبرتنا السابقة، لدينا تجاربنا، لدينا رصيدنا، ولدينا تركتنا السياسية عبر التاريخ. المطلوب الآن هو الخلاص من هذا السرطان المستشري، الخلاص من هذا النظام الفاشي. لا تنسي أستاذتي الكريمة أن الحركة الثورية في السودان الآن استمرت فيما يزيد عن شهرين. نعم. كانت سلمية وستستمر سلمية. لم يكن هنالك أي عرض من أعراض المقاومة المسلحة، لم يكن هنالك أي إثبات لحالة تخريب أو عنف في الشهرين. بالعكس، كل الذين سقطوا من ضحايا، من شهداء،
نعم من مصابين سقطوا برصاص أو بواقع العنف الذي تمارسه الحكومة وليس المتظاهرين. نعم. أعتقد أن لدينا الرصيد الكافي لأن نقوم بثورة ناجحة تتخلص من هذا النظام وتعيد لهذا الشعب كرامته وكبرياءه. شكرا لك من دبلن نقيب الأطباء السودانيين دكتور وائل عبدو على هذه المداخلة.